بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي مرحبا بكم فيديو جديد معايا. نتمنى ان شاء الله ان يلقاكم بخير وعلى خير بأتم الصحة والعافية ان شاء الله، نتوما وليداتكم والديكم حبابكم كاع الناس اللي عزاز عليكم ان شاء الله. المهم اخواتي ربي ينجح وليداتكم، على بالي راكم في فترة الاختبارات اليوم راهو تكملوا، فقلت اليوم ننزل لكم فيديو هكا باش تشوفوه، لانه الفترة الماضية كنت نسيت تماما الاختبارات. المهم انا شفت وليداتي يكملوا صاي نسيت تماما ان وليدكم في الاختبارات، فما كانش كاينه مشاهده للفيديوهات السابقه. نظن اليوم تقدروا تشوفوا لا فيديو لانه كملتوها. المهم اخواتي هذا الفيديو صورتها لكم يوم الثلاثاء، لانه يوم الثلاثاء هو يوم السوق، فكنت رحت للسوق وصورت لكم اليوم كيف فات. غادي نجي نشارك معكم المشتريات وكل شيء مع الاسعار الحاليه. المهم اخواتي ما تنسونيش من لايكاتكم من فضلكم، خلوا لي هذاك اللايك وبقاو معايا للاخير. اليوم اخواتي يوم الثلاثاء اللي كنت صورت لكم هاد لا فيديو كان يوم السوق. خدكم في تنوض الصباح بكري، كنت وجدت الغدا لوليداتي، يعني ندير غدايا قبل ما نروح لانه نجي عيانه فما نواسيش. اذا كان عندي اكل زايد فعادي، اذا كان ما عنديش هاكو تعرفوا يوم الثلاثاء هو يوم الارز، فيوم الاثنين كي نوجد عشايا نوجد من ناحيه اخرى غدايا. كما شفتوا اخواتي كان عندي المرق هذا تاع الزيتون، كنت وجدته يعني تاع الارز عفوا، كنت دايره فيه الزيتون، دايره فيه الكروطه، دايره فيه الكورجيت، بطاطا، المهم خضره هكا، ومعاهم صدر تاع الدجاج اللي كنت فتته. بالنسبه اخواتي للروز الصباح من داكي نوض نشله نغسله ونضيف عليه هذاك المرق وندخله للفرن ونتحصل على ألذ وأطيب وأجمل رز بالخضار في الفرن. يعني روز في الفور يجي بزاف بنين اخواتي. وليداتي صراحه يبغوه وما يعطلنيش، يعني نوض الصباح هذيك هي مع 7:30 ولا 8 غير نوجد فطوري نطفي عليه وعاد نرفد صويلحاتي ونخرج. المهم اخواتي بالنسبه للسوق الاسبوعي، اذا شفتوا في الاسابيع الماضيه ولا الاشهر الماضيه ما كنتش نروح، انا نروح كي يخرج ولادي عطله فقط، يعني ما نقدرش نروح وحدي للسوق، والا كي يكون زوجي موش خدام. لكن كما تعرفوا زوجي ديما خدام فما نقدش نروح للسوق. واليوم كنت مبروغراميه نروح انا وصديقتي وولدي للسوق، وصورت لكم هكا بعض المناطق شغل المقاطع عفوا، شغل درت الكوراج بيهم فهمتوا قديت نصور لكم هكا شويه. شوفوا الله يبارك الشناقل، الكاسكيطات، لي شابو تاع الصيف، بدعيات، كلشي كاين في هذا السوق. راه يجي كبير، واللي سالوني على المكان تاعي نعسل هذا اخواتي بيوم الثلاثاء، يعني من الصباح بكري حتى ل 12 يخوى السوق. المهم اخواتي كل ما بكرتو كل ما خير، على برد الحال وكلشي سيرتو دوكا في الحمان. شوفوا هاد لي صاك شحال عجبوني هادو تاع الصيف كما كنتوا تشوفوا مع هاد الشابو الاخر. بالنسبه لي صاك داروا 200 وشي، يعني 220 الف الله اعلم 220000. شوفوا الاشكال اللي فيهم، شوفوا هذا شحال شباب تاني. المهم اخواتي رائعين جدا، يعني كلشي شباب. اللي بغى حاجه رخيصه يتلاقى، واللي بغى حاجه غاليه يتلاقى. مام الذهب تلقوه تما لا ماشي دابا اخواتي، هذا غير البلاكيور ومام لاسيت تلقوه تما. المهم اخواتي الاواني، المواعين، صوالح الدار، صوالح لا كونكايري، صوالح الفلاحه اللي يبغوا الفلاحه ولا تربيه الانعام، البذور يعني اللي يبغوا هكا يغرسوا هكا وكلشي كاين هادو الاشياء. المهم اخواتي هادو الصناديل الصبابط، المهم تلقوا فيهم دي موديل شابين، يعني ماشي هكا كما حنا نقولوا حاجه صواقي وخلاص. يعني هادو الله يبارك، يعني تلقوه صوالح تاع حواني تاع فيترينات، تلقوا هكا الناس يجيبوا طوابلهم ويديروا هادو اغلبيتهم عندهم حوانيت. المهم اخواتي هاودا شوفوا الله يبارك، يعني السلعه ما شاء الله. عجبوني الشناقل هادو شابين هكا يصلحوا الحمام، يصلحوا هكا البحر لبنياتكم ملاح. شوفوا هاد المحرمات اخواتي، شوفوا هاد لي فولار هادو شحال شابين تاع بكري تاع جداداتنا. المهم اخواتي شابين، بغيت نشري وحده ومن بعد مش حشري الحاجه اللي نسيتني فيها. يعني يديروا غير 20000 هادوك يديروا 20000، وكاين اللي بلا خيط ذهبي داروا 25000. بدعيات تاع الشيرات الصغار داروا غير ب50000، وتاع كبار من 60000 وطلع. يعني كاين بدعيات هذوك تاع العيد هكا تاع الدواره والغسيل والتمر هذوك غير ب60000، بدعيه ب60 ورفدي. المهم اخواتي درنا الدويره تاعنا في السوق وجينا، قضيت القضيه تاعي اللهم لك الحمد انا وصديقتي، ورجعنا للدار.
لقيت غدايا الله يبارك واجد، غرفته فقط، تغديت ورحت درت قيلولة لأنه جيت عيانة. تا مع العشية صورت لكم القضية اللي جبتها. لهنا أخواتي غادي تشوفوا البطاطا، جبت زوج أنواع تاع البطاطا. جبت هذه البيضة راكم تشوفوا مخلطة، فيها الغليظة وفيها الرقيقة. هنا هاد البطاطا أخواتي دارت ب6000، كاين 6500 كاين 6000. المهم مكاش فرق بزاف في الكاليتي والبري تقريبا نفسها. بالنسبه للبطاطا حمراء نبغيها بزاف، انا هذه دارت 7500 بطاطا حمراء. هنا جبت 30000 تاع بطاطا بيضاء وجبت 50000 تاع بطاطا حمراء. هذه هي اخواتي، شوفوا الله يبارك، وجايه على حبه. الحمراء ما فيهاش صغيره نهائيا، جايه على حبه. شواله الاخرى مخلطه يعني بين صغيره وبين الكبيره، لكن كلشي يصلح. راكو عارفين اخوات نقدروا نديروا بطاطا صغيره نغلوها نقشروها نديروها سوتي ولا نديروها هكا في السلطات نديروها، مهم مليحه ما شاء الله. هنا الثوم اخواتي جبت 3 ربطات. بالنسبه للثوم اخوات كان يدير 10000 للكيلو، يعني بدا السعر تاعه يعاود يرتفع وانا الله غالب ما لحقتش عليه. المهم اخوات لانه صاي بداو السيقان تاعه ينشفوا، كل ما بداو ينشفوا السيقان كل ما يطلع السعر تاعه. ما قديتش نشري من قبل كما قلت لكم الظروف تاعي، ما قدرتش كاع نواسي، مام زوجي خدام. لكن هذه المره رحت وتلاقيت يعني في اخر السوق، يعني كي يبدا السوق يرفد يبداو يليكيدو، فباع لي هادو 3 ب40,000، 3 ربطات ب40,000. الاولى باع لي زوج ب30 يعني 15,000 الربطه، ومن بعد لحق لي هذه قال لي ديها عليا هذه التاليه ديها عليا ب10,000، فزدت كملتها وهي ايضا. مهم اخواتي جبت 3 ب40,000 يعني ثمن معقول ما شاء الله. وغادي تشوفوا اخواتي في الاخير كيفاش درت لهم، يعني ضفرتهم وواسيتهم. هنا اخوات بالنسبه للكروطه، شوفوا لي الكروطه كي شابه. هذا الجزر اخواتي راه يدير ب 6000 حتى ل 10000 الكيلو، لكن كي تمشينا في السوق تلاقينا هذا يبيع فيه ب 3500، 3005 هو والكورجات، يعني 3500 ورفدي. شوفوا ما شاء الله جاي طري الله يبارك. كاين حبات صغار كاين حبات كبار، انا صراحه نبغي ديما ندير حبات كبار في الكروطه ما يتعبونيش في النقا، وكما شفتوا طريين يعني ما شاء الله. تقدروا ديروهم مع العصائر، تقدروا ديروهم تصبروا منهم، يعني اللي تواسي يعني تجيب كميه كبيره. المهم يعني يصلح في كل شيء تاكلوا منه الحمد لله. المهم السلطات كل شيء، يعني ثمن جد جد رائع، يعني ب 3500 الكيلو. الكورجات كيف 3500 الكيلو راه يدي ب 5000 6000 للكيلو. كما قلت لكم هذا كان يبيع كروطه وكورجات فقط ب 3500 ورفدوا. بالنسبه للكورجات اخواتي راهي جديده شابه طريه ما شاء الله، غير هذوك الوريدات تاعها راكم عارفين كي يفزدوا هكا يبداو هكا يتلصقوا على الكورجات، لكن غير تمسحوها غادي تلاقوها باللي مليحه، يعني كورجات ما شاء الله. هنا اخواتي هاي دي كورجات تاعي جبت كميه مليحه، لانكم تعرفوا الحمان نبغوا نديروها في تشكشوكه، نبغوا نديروها في ليغراتان، نبغي نديرها رولي، نديروها دولما، يعني وين ما درناها درناها. ديروها مع الطعام، ديروها مع مرقه تاع الطعام، مرقه تاع الشخشوخه. المهم كيما خدمتوها تخدم، يعني تجي ما شاء الله وطريه حلوه، تجي هذه تاع الصيف تجي ما شاء الله بنينه. هنا عندي طوماطيس اخواتي، الطوماطيس راه سعرها بين 7500 الى 10000. انا جبت 7500 لانه احتاجيت شويه طايبه باش ندير بها الحريره ولا شوربه فريك، واحتاجيت المزيره للسلطه، فكنت جبت 2 كيلو هكا تاع 7500 يجوا فيها حبات طايبين وحبات طريين. هنا اخواتي هاد الدنجال الصغير حبيبات الصغار هادو تشووهم للسلطه ولا تعمروهم ولا كيما بغيتو، هذا دار ب 5000 للكيلو هاد الدنجال. المهم اخواتي الخضار كما كتشوفوا الاسعار ديما نهضر ونعاود على حساب المنطقه وعلى حساب الدور تاعكم، يعني تروحوا الصباح 9، حنا الصباح من 9 قولوا حتى ل 11، وحنا ندوروا غير من جهه الملابس والاحذيه وكل شيء، ومن بعد عاد به رحنا للخضر. هنا بالنسبه للفلفل الحار ب 8000 راه يدير حتى ل 12000 اخواتي، تلاقينا عند هاد الطابله يبيع فيه ب 8000. المهم بالنسبه للطوماطيس اخواتي ما جبتش غير هذيك، راني جبت صندوق واحد اخر بسوم 3000 للكيلو. هذاك الصندوق اخواتي هذيك الطوماطيس اللي تطبز لهم مثلا يكون يوزن ويلقى وحده هكا مطبزه، يلقى وحده معيوبه، يلقاها طايبه بزاف، يوخرها بجيه يعمر صندوق. هذاك الصندوق ساومته فيه عطاه لي ب 3000 للكيلو. جبته خدمته مباشره صلصه طماطم في نهاره، يعني في ديك العشيه
خدمت صلصه الطماطم راكو عارفه ديجا ديك الطماطم طايبه، نزيد نخليها غدوه من داك تخسر، فطيبتها في ليلتها درتها صلصه الطماطم. ما شاركش معكم التفاصيل لانه كلشي راني مشاركتها معكم على القناه مرارا وتكرارا. نشوف بلي عندي بزاف وصفات تاع صلصه الطماطم في القناه. المهم اخواتي جبت كذلك لوبيا خضراء دارت ب20 18 في الكيلو، انا تلاقيت هذه تاع 18 جبت منها قيس 15. بالنسبه للقارص راه يدير 15 في الكيلو، جبت قيس 25 لا 23 طاحت لي 23 في قارص. المهم بالنسبه لي الفلفل الحار جبت غير قد 5000 يعني جاتني كميه ما شاء الله. فلفل حلو ما تلاقيتش وغالي اخواتي دار 12000 للكيلو فما جبتش. المهم كاش نهار واحد اخر نعاود نجيب فلفل. بالنسبه لي التشينا دارت 12000 الكيلو 12000 هذه اخواتي وما شاء الله حلوه الله يبارك ومعمره ما يعني بسم الله ما شاء الله. هذه التشينا شحال جات شابه الله يبارك. المهم اخواتي 12000 يعني جاتني ما شاء الله. شوفي كميه الله يبارك جبتها تاع تشينا وكما قلت لكم حلوه الله يبارك وفيها الماء. بالنسبه للخضار عفوا اخواتي فواكه راه كاين كل خير، كاين المشماش كاين البرقوق كاين الباكور كلشي راه كاين الخوخ بانواعه. المهم كل خير راه كاين. انا جبت فقط تشينا وجبت مشماش من بعد غادي تشوفوه معايا لانه زوجي كان هو اللي غادي يجيب الديسير. بالنسبه لي الشوفلور كما راكم تشوفوا هذاك دار ب7000 للكيلو. جبت كذلك قزبر ومعدنوس 2000 فراك للربطه مداري تبيعوه ب 3000 هاد المره تلاقيته ب2000. المهم جبت هادوك زوج رباطي زوج قضابي. بالنسبه لي البيطراف دار ب5000 للكيلو شواله الحبه فيها محنه كبير اخواتي. بالسيف اللي تلاقيت هادو الحبيبات شويه صغار يعني متوسطين، لكن هذه اصغر حبه تلاقيتها كبير اخواتي فنخير ونعاود باش تلاقيت هادوك الحبات المتوسطين. المهم اخواتي دار ب5000 للكيلوغرام. هاد البيطراف كما تعرفوا اخواتي هاد البيطراف الخيار قولوا لي كروطه هادو كاع نحتاجوهم للسلطات الصيفيه. فلفله ولو انه الفلفله الثمن تاعها زاد بزاف مؤخرا ومازال غادي يزيد مع اقتراب العيد راكو عارفين كيف يبداو الكوا والشوا. هنا اخواتي بالنسبه لي المشماش جبته ب20 في الكيلو كاين تاع 16000 في الكيلو شواله ما عجبنيش مخلط وما يخليكش ترفدي هو يوزن لك ب20000. انا خيرته وحدي على حبه يعني بيدي وانا صراحه نبغي نخير بيدي ما نبغيش هذاك اللي يفرض عليا هو شنشري يعني هو يرفد لي هو يواسل لا نبغي نخير كل شيء بيدي يعني على غوستو يا انا. المهم جبت هذا ب20000 الكيلوغرام كما كتشوفوا. جبت هنا 25000 مشماش جبت 25000. المهم اخواتي تقريبا هذه هي كل الخضار اللي شريتها. الثمن انا بلي راهو مرتفع مقارنه بايام فاتوا كان كلشي ب7000 كلشي ب5000 هود كاع مثلا حتى الفلفله حلوه كانت ب7000 شواله. هذه المره كما قلت لكم كلشي زاد الا الكروطه والكورجات. الكورجات نقصت يعني ما شاء الله السعر تاعها راهو في متناول الجميع يعني كما قلت لكم اخواتي تصلح بزاف وصفات صيفيه. هذيك الكورجات تقدروا ديروها كروكيت تاع الكورجات تقدروا ديروها غراتان تقدروا ديروها كما قلت لكم لا سوب تقدروا ديروها حتى دي ماسك لشعركم. المهم اخواتي كاين واحد الماسك راه داير حاله داريه راهم يهضروا عليه تاع النشا المايزينا والكورجات. المهم انا قلت بالك ندي حبيبه ولا نجرب هذاك الماسك لشعري. المهم اخواتي كما قلت لكم راها الله يبارك الخضره يعني كل خير كاين شواله كما قلت لكم الاسعار تفرق من بلاصه لبلاصه وعلى حساب الوقت اللي نتوما تروحوا فيه ومن بائع لبائع تلاقوا فرق في الثمن. هنا كما كتشوفوا اخواتي هذا الشيء اللي قلعته وخرته هذاك الصندوق تاع الطوماطيس اللي جبته استقام لي ب 68000 الله اعلم عفوا 58000. خلي حسبوا لي غير 50000. هذاك الصندوق فيه تقريبا 20 كيلو او اكثر منسوم 3000 للكيلو. المهم في الاخير قال لي ديها ليا غير ب50000 ديتها ب50000 وجيت خدمته كما كتشوفوا صلصه طماطم نوتخ. هذه اخواتي تاع لا باز كما قلت لكم صلصه قاعديه اللي تقد من بعد انا الاضافات ندير كيما نبغي نديرها في الشوربه نديرها في الحريره نديرها في البيتزا الاضافات انا ندير كيما نبغي. والثوم تاعي هذوك 3 ربطات راني ربطتهم هكا جاوني 4 ربيطات صغار كما كتشوفوا بهذا
الطريقه الجميله جدا. ربطتهم ومن بعد غادي ان شاء الله نعلقهم حتى يبسوا وندخلهم لدار العوله تاعي. شوفوا الشكل تاعهم جميل كي تربطوهم كيما هكا يجوا شابين، كي تحطوهم في دار العوله ولا كتعلقوهم في الكوزينه يجي منظرهم وشكلهم جميل جدا. المهم اخواتي هذه هي تقريبا القضيه تاعي، نهاري كيفاش فات، العشيه تاعي كيفاش فاتت. هذه الغدوه من داك صورت لكم اخواتي لانه في الليل وجدت صلصه الطماطم وطحنتها وصبرتها وخليتها تبرد، وغدوه ليه يعني اللي صورت لكم هذا المقطع كنت كملت ربط الثوم تاعي وقلت نصوره لكم في شكله النهائي لاني سبق لي وشاركتكم كل النصائح للاحتفاظ بالثوم. اذا بغيتوا طريقه تاع كيفاه ربطت هذا الثوم وخرج لي بهذا الشكل الجميل خلوا لي في التعليقات وغادي نشاركها معكم ان شاء الله تعالى. المهم اخواتي ما تنسونيش من لايكاتكم من فضلكم، خلوا لي هذاك اللايك وفرحوني به. ربي يفرحكم ان شاء الله بوليداتكم ومعز عليكم، وربي يعطيكم كاع تمنيتوا في الخير وعلى خير ان شاء الله. تحياتي لكم، احبكم في الله، والسلام عليكم.